السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الكنافه البورمه بالمكسرات بطريقه حلوه قوي وسهله وتطلع طعمها حلو جدا زي الجاهزه بالظبط. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه هعمل الشربات. طبعا شربات الكنافه لازم يكون تقيل عشان خاطر تكون مقرمشه كده معاكي وتكون طعمها حلو. حطيت مجين كده كبار سكر وحطيت عليهم كوبايه ونص ميه وحطيت عليهم معلقه ونص كده او معلقتين عسل جلوكوز او عسل نحل، وكمان عصرت عليهم نص ليمونه. ممكن لو مش متوفر عسل الجلوكوز او عسل النحل مش مهم. هسيبهم كده على النار بعد الغليان لمده 5 دقايق او 7 دقايق مش اكتر من كده. ومحتاجين للنص كيلو كنافه حوالي كوبايه سمنه. انا مش عندي سمنه، دي زبده بلدي. هحطها تسيح كده على النار لغايه ما تبقى سمنه معايا، لان طبعا الكنافه بتحب السمنه مش الزبده عشان خاطر تكون مظبوطه. وانا هحشي الكنافه بتاعتي مكسرات. خدت حوالي كوبايه كده من الفول السوداني، كسرته بس شويه في الكبه كده وحطيت عليه 3-4 معالق جوز هند وكمان معلقتين زبيب. لو مش عايز تحط زبيب مش مهم، الزبيب شويه عشان كان كبير بيغلب شويه في الحشوه. هقلبهم كويس واحط معاهم كده يا اما معلقتين سكر بودره او معلقتين كده شربات عشان خاطر لما يتحط في الفرن يمسك في بعضيه ما يكونش سايب من بعضيه. قلبته، حطيت عليه معلقتين شربات كده تقيل وقلبته. هسيبه بقى على جنب. ودلوقتي هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها الكنافه، حطيت فيها معلقتين كده سمنه. ودلوقتي هجيب، ممكن ما تحطيش برده وكده كده هنسقي الكنافه لسه بالسمنه، بس انا بحب احط تحت شويه عشان اضمن ان تحت الكنافه كلها في سمنه. طبعا لازم الكنافه اللي بتتعمل بورمه دي لازم تكون قطعه واحده، او تكون الكنافه اللي هي الطرح دي او القطعه الواحده. انا جبتها هعمل على قد ما اقدر بقى الحتت السليمه اللي عندي، والباقي اللي متقطع ممكن اعمله صوابع صغيره عادي مش شرط بقى. لو انت كمان هتعمليها بورمه من غير مكسرات بتكون سهله قوي، بترفعيها كده وتلفيها على طول بتكون سهله قوي. لو لقيتيها ناشفه شويه بخت ميه خفيفه قوي عشان خاطر تمسك في بعضيها، وحاولي بقى تكتري المكسرات فيها كده عشان خاطر يكون طعمها حلو. ودلوقتي بقى هبدا الفها، بس الاول بتكه كده على المكسرات، لازم كده اضغطهم كده على بعض عشان خاطر يكونوا ماسكين، ويدوب تمسكي الحرف بتاعها بس الطرف كده وتلفي هتلاقيها كلها بتلف معاكي وتكون سهله قوي. طبعا هي عشان خاطر فيها كمان المكسرات فممكن المكسرات تطلع منها، بس هي سهله قوي. انت لو عاملاها رفيعه كمان من غير مكسرات هتلفيها على طول مش هتاخد منك وقت. احط بقى الجزء اللي انا كده عايزاه. طبعا انا بتخنها شويه عشان خاطر المكسرات اللي في قلبيها. احط فيها جزء بقى كبير كده بتكون طعمها حلو، وابتدي الف امسك الطرف بتاعها بس الاولاني، ومجرد ما بتلفي بتلاقيها كلها قفلت على طول معاكي كده. خلاص انا خلصت الكميه كلها، لان طبعا هي كانت عندي في الفريزر وانا مطلعاها ففي منها شويه متقطعين، عملتهم كده صوابع صغيره. دلوقتي بقى انا سيحت كوبايه السمنه. تشربي بقى الكنافه بتاعتك كلها كده بالسمنه. لازم طبعا تغرقيها سمنه عشان خاطر تكون طعمها حلو. الكنافه معروفه لازم تغرقيها سمنه، كل ما تزودي لها سمنه بتكون طعمها حلو. ولو في طبعا سمنه منها بقت كتير، يعني لو السمنه زياده هتلاقيها نزلت في الصينيه وتقدري تصفيها عادي. وفي الوقت ده انا كنت مولعه الفرن على حراره 200، حطيتها في الرف الوسطاني، خدت معايا حوالي تلت ساعه وحمرت كده لوحديها من غير الشوايه. اول ما طلعت بقى الشربات كان بارد، الشربات معايا بارد وهي سخنه، سقيتها بالشربات التقيل. شربات تقيل وبارد. لو انت عايزاها طريه خالص بتخلي الشربات خفيف، لكن كده بتكون مقرمشه وفي نفس الوقت من جوه طريه. طبعا لو انت عاملاها ساده لازم ترفعيها عشان خاطر ما تكونش مكتومه من قلبها، لكن احنا عشان عاملينها محشيه فهي كده ما بتكونش مكتومه ولا حاجه. بقطعها بقى صوابع، او لو عايز تقطعيها شرايح رفيعه برضو براحتك. ممكن تعمليها شرايح رفيعه كده بتكون زي اللي بتبقى جايه جاهزه في علبه الحلويات. قطعتها كده صوابع بتكون شكلها حلو قوي كده زي الجاهزه، وكمان الحشوه فيها كتير وطعمها حلو قوي. العسل بتاعها كمان والشربات داخل في قلبيها كلها متشربه كويس، والعسل داخل في قلبيها، لان انا طبعا اول ما زودتها الشربات سبتها بقى حوالي ربع ساعه كده لغايه ما بردت وشربت الشربات بتاعها كله. طعمها حلو جدا والحشوه فيها كتير كده من قلبيها. تقدري بقى تحطي المكسرات اللي انت عايزاها، ممكن كمان تعمليها بالقشطه بدل المكسرات برضو بتكون حلوه قوي. شكلها حلو قوي وكمان طعمها جميل جدا. السمنه البلدي كمان باينه فيها مع الشربات، طعمها حلو جدا. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.